السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم عصير غير بالخوخ وخيزو، غير بالماء بدون حليب. نتمنى يعجبكم. غنخليكم مع طريقة التحضير. عندي 4 ديال الخيزوات، معلقة ديال سنيدة، 5 ديال الخوخات. نديرو في الماء. وهاد الخوخ ما غادياش نديرو، ما غادياش نحيد منه المغسول مقاد، ما غاديش نحيد منه غير العلفه اللي ديالو الوسطانيه باش ما يتفرتكش لينا. غنديرو بحال هكا. غنديرو واحد المعلقه ديال السكر بحال هكا، غير شويه ماشي بزاف صافي. وغنديرو يطيب كلشي واحد نص ديال السلقه، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. هنا بعد ما تسلق خيزو والخوخ غادا نهزو، غنديروه هنا. هو مسلوق غير نص ديال السلقه، ماشي السلقه كامله، غير نص ديالها. هاد المويه اللي كنصفي منها ما غاديش نلوحها، غنخليها حتى تبرد. غندير باش هذا يبرد في الثلاجه، والمويه حتى هي غندخلها للثلاجه باش تبرد. ونحيد الخوخ، نحيد ليه العلفه ديالو. هاد المويه ما تلاحش، تبقى حتى نعاود نصفيها ونعاود باش نطحنها مع كلشي. هذا ساهل باش تحيد العلفه. بغيتو ديروا نص كيلو ديال الخوخ، بغيتو ديروا نص كيلو ديال الخيزو، سواء قد ما هزتو قد ما مزيان. صافي غنخلي كلشي بحال هكا، غنخليه يدفى شويه وغندخلو للثلاجه حتى يبرد مزيان، ويبرد الماء فاش سلقتو، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. من مورا ما تسلق ودرتو برد مزيان، درتو في الثلاجه حتى برد مزيان الخوخ وخيزو والماء. فاش تسلق غادي ناخدو وغنديرو في الطحانه. الماء ديالو ما تنخويوش فاش تسلق، ما تنخويوش، كنخليوه. كناخدو الميها ديالو كنخويوها حتى هي. بالنسبه للياغورت يعني اختياري، ماشي بالضروره، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. انا في الاول درت معلقه ديال السنيده. انا هنا عندي شويه ديال العسل الحر، غندير منه معلقه. السكر بحسب. بالنسبه للحلاوه درت انا معلقه في الاول، اللي بغى يزيدو يزيدو، اللي مبغاش يزيد السكر ما يزيدوش. انا هنا عندي العسل الحر، غندير واحد المعلقه ديال العسل الحر. وغندير كلشي يتطحن، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. ها هو بعد ما طحنتو، هو كيجي بحال هكا.
بالنسبه على حسب بغيتوه ثقيل او بغيتوه شويه يكون خفيف، غتزيدوا فيه الماء يكون بارد، يكون الماء بارد. حتى الا عندكم الثلج ديروا معاه الثلج وتعاودوا طحنوه مزيان مع الثلج، ما كيفاش غديروا غير الماء مكلاصي وصافي. انا هو هنا غنزيد كاس كبير ديال الماء بارد مكلاصي. الا كنتو غتقدموه في نفس في ديك الساعه، اما الا ما كنتوش غتقدموه ديك الساعه صافي ماشي بالضروره، غتاخذوه وديروه في الثلاجه حتى يبرد. ولكن من الاحسن الا كان عندكم الثلج ديروه معاه الثلج وطحنوه، كيجي واحد المذاق رائع. غنعاود نطحنو ونعاودو نتلاقاو ثاني. دابا ما طحنتو الطحنه الثانيه، انا نخويه معاكم هنا. كيجي ما شاء الله غزال، ونتمنى تجربوه. ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم. غنخويه معكم في هذا الكاس، كيجي ما شاء الله غزال. فضلا وليس امرا فعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد.